بالفعل سنة 1805 محمد علي فعلا يتم تعيينه يكون والي مصر، لكن في الحقيقة الوضع كان معقد جدا وما كانش عنده سلطة فعلية، لأن وقتها كان موجود السلطان العثماني بيديله الأوامر، وفي علماء ومشايخ الأزهر اللي كانوا بيضغطوا على السلطان العثماني عشان يشيل أو يحط أي ولي جديد زي ما عملوا مع محمد علي بالظبط. وفي المماليك اللي لسه موجودين بقوتهم ونفوذهم مسيطرين على أراضي كتيرة في مصر، غير ان هم ليهم جيوش صغيره. ما تنساش يا صديقي ان المماليك حكموا مصر من سنه 1250 لحد 1517، يعني حوالي 267 سنه، وفضل ليهم نفوذ كبير في البلد لحد ما محمد علي اتخلص منه. يعني تقريبا حوالي 560 سنه من النفوذ والسلطه موجودين في قلب البلد. والمماليك وقتها كانوا عاملين زي الدوله جوه الدوله، وبالرغم من ان نابليون لما جه البلد حاول يتخلص منهم بس برضه ما عرفش، وفضلوا عايشين وليهم نفوذ وتأثير في البلد. وبعد انسحاب الفرنسيين بقوا عاملين قلق لأي حد بيمسك البلد، ومحمد علي فهم إن المماليك دول هم العائق الأكبر بالنسبة له، لأن طول ما هم موجودين هو مش عارف يستفرد بالحكم. حتى العلماء والشيوخ بتوع الأزهر نفسهم كانوا خايفين من المماليك، والشعب المصري كان شايفهم مجرد رمز للظلم والضرائب. وأول صدام حقيقي ما بينهم لما المماليك رغبوا إن محمد علي هو اللي يمسك الحكم، وكانوا عايزين يفضلوا جزء من اللعبة اللي موجودة. لكن محمد علي قرر يستخدم ذكائه السياسي كالعادة، وقرب العلماء والمشايخ منه وكسب ود الشعب عن طريق إنه قلل الضرائب ووزع الولاية على الشعب. في الوقت نفسه بدأ يراقب تحركات المماليك ويجهز نفسه لمواجهتهم. وسنة 1807 جات لمحمد علي فرصة كبيرة لما الإنجليز قرروا يغزوا رشيد ومؤيد. الحقيقة المماليك كانوا متوقعين إن محمد علي هينهار ومش هيقدر يدافع عن البلد، لكن العكس اللي حصل. محمد علي بمساعدة المصريين قدر يقاوم الاحتلال الإنجليزي، وطلع من الموضوع ده بطل شعبي للمصريين، وفي الغالب ده زود رصيده عند الناس. هنا المماليك فهموا إن هم بيخسروا السيطرة. محمد علي كسب الشرعية، لكن محمد علي ما وقفش عند النقطة دي، وفي سنة 1811 دعا المماليك لموكب احتفالي في القلعة بتاعته. وأول ما دخلوا الأبواب اتقفلت من كل ناحية، والجنود بدأوا يضربوا عليهم نار. وفي ليلة واحدة محمد علي خلص على قادة المماليك كلهم تقريبا. بعد ما خلص محمد علي من صداع المماليك بمذبحة القلعة، الدنيا ما هدتش خالص، بالعكس دي كانت بداية مرحلة جديدة.